7 فنانات تخلوا عن الحجاب. ايه الحكاية؟ حلا شيحة كانت أول محطة في قصة حجاب حلا سنة 2003 لما قررت إنها تعتزل الفن وتتحجب، وده حصل قبل ما ترجع مرة تانية وتخلع الحجاب. بس حلا ما كانتش بتثبت على قرار ورجعت واتحجبت سنة 2006. ومش بس كده، دي اتنقبت كمان بعد جوازها من راجل كندي، وطلعت وقالت عن خلعها للحجاب: الشيطان وعدم وجود أصدقاء صالحين كانوا السبب في عودتي للتمثيل. علشان نتفاجئ كلنا سنة 2018 بخبر انفصال حلا شيحة وعودتها للتمثيل وخلعها للحجاب. القصة ما خلصتش هنا، دي لسه هتبدأ. حلا اتجوزت معز مسعود واعتزلت الفن، وشكلها كده فضلت الأسرة أخيرا. بس حلا ما بيكملهاش حلو، واتطلقت من معز ورجعت من تاني للفن وخلعت الحجاب. صابرين، بعد نجاح صابرين في مسلسل أم كلثوم واللي ما قدرش عمل سيرة ذاتية يقدمه قبل كده، فاجئت صابرين جمهورها وقررت انها تعتزل الفن وتلبس الحجاب، وقالت: حصل لي دروب في حياتي من طلاق وحالتي النفسية ساءت. وبعد مدة من قرار اعتزالها الفن هلت علينا صابرين من جديد، بس المرة دي أثارت الجدل بسبب إنها بتمثل وهي لابسة باروكة، كما لو إنها حجاب يعني. وبررت ده وقالت: أخدت فتوى شرعية بجواز ده علشان تفاجئ جمهورها والوسط الفني كله بخلعها للحجاب والباروكة بعد فترة من تمثيلها بالباروكة. وقالت عن ده: أنا أصلا محتشمة ومش محجبة. شهيرة، في بداية التسعينات قررت شهيرة تعتزل الفن وتلبس الحجاب، وفضلت فعلا ملتزمة بده لمدة 25 سنة، وده قبل الشيطان ما يلعب في عقلها وتخلعه سنة 2019. وبررت ده وقالت: الإيمان لا يعتمد بشكل أساسي على المظهر، ولكنه يهتم بأشياء أخرى. سهير رمزي، اعتزلت سهير رمزي الفن واتحجبت سنة 1993، وفعلا بعدت عن الفن بكل حكاياته والتزمت لحد ما قررت انها ترجع في سنة 2006 بمسلسل حبيب الروح. ومن بعدها بدأت تظهر جزء من شعرها وتتخلى عن الحجاب شوية شوية لحد ما فاجئت الوسط الفني كله وقررت انها تتخلى عن الحجاب في سنة 2019، مبررة ده انها مش محجبة ولكنها ست محتشمة. عبير صبري، بعد ما عبير قررت انها تتحجب وتعتزل التمثيل في سنة 2002 خلعت الحجاب ورجعت للفن، وبررت ده وقالت: اللبس او خلع الحجاب ده حرية شخصية، ويا ريت وقف التغيير عند كده في شكل عبير، لكنها طلت على جمهورها باطلالات مثيرة لاكتر من مرة، الشيء اللي استفز الجمهور وخلاها دايما مرمى الانتقادات. شاهيناز، بعد النجاح الكبير اللي حققته شاهيناز لما فازت بلقب برنامج ستار ميكر، فاجئت جمهورها مرة واحدة كده وقررت الاعتزال والبعد عن الفن. والكلام ده حصل تحديدا في سنة 2008، لكنها بعد فترة وفي سنة 2016 تراجعت عن كلامها وخلعت الحجاب ورجعت للفن من تاني. نورهان، اعتزلت نورهان في عز نجوميتها ولبست الحجاب وقررت الاستقرار والجواز، لكن من الواضح ان القدر كان ليه رأي تاني في الموضوع ده والجوازة ما كملتش، علشان تفاجئنا نورهان بعد انفصالها بخلعها للحجاب ورجوعها للوسط الفني من تاني.